بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، رجل ضعيف العقل جدا لا يحسن التصرف في أي شيء، هل يجوز لأبناء هذا الرجل أن يأخذوا ميراث أبيهم من أعمامهم الذين يحتجون بأن أباهم أبا الأولاد هذا على قيد الحياة، ولا يجوز لهم أخذ ميراثهم إلا بعد موت أبيهم؟ كيف يأخذون ميراث الرجل وهو حي؟ إذا كان حيا فهذا ماله، حتى ولو كان لا يحسن التصرف فيه فإنه يمنع من التصرف فيه، والذي يظهر أنه مع أعمامهم لن يستطيع التصرف فيه. فإذا كان الأمر كذلك حتى لو كان سيء التصرف فهو ممنوع من التصرف في هذا المال إلى أن يموت، ليس ميراثا لهم وهو حي، فلا يجوز لهم أن يأخذوا هذا المال لأنفسهم في حياة أبيهم، ليس ميراثا لهم. وإن كنت أظن أن السائل يقصد ميراث أبيهم من جدهم، أنه في مال مشترك مع الأعمام لم يتم التقسيم بعد. على أي الأحوال طالما هذا الرجل لم يمت بعد فليس لهم حق في المطالبة، حتى ولو حجروا عليه فإنهم يحجرون عليه لمصلحته، لمنعه من التصرف في ماله، لا ليأخذوا هم هذا المال. يعني الناس بتتصور ان احنا بنحجر عليه عشان ناخد احنا الفلوس، لا، ده كلام فاسد جدا. يحجر عليه ليمنع من التصرف السيء، لا ليأخذ أولاده المال، لا ليأخذ غيره المال، لا إخواته ولا أبناؤه، إنما ليحفظ ذلك المال لمصلحته إلى أن يلقى الله عز وجل، فعند ذلك يصبح مالهم. لا، القانون المصري بالحجر ده بياخد المال لينفق منه عليه مع محاسبة. القانون المصري في المسألة دي شديد جدا، كل سنة لازم يقدم تقرير عمل ايه في الفلوس. لا، بيدي الوصي يقول له كل سنة المحكمة تقدم لها تقرير انت عملت ايه في الفلوس، مش ان هو ياخد الفلوس ياخدها لنفسه. ده تصورهم هم، ان احنا هو كأنه مات يبقى احنا خدنا فلوسه. لا، كلام باطل قطعا، ولا شرعا ولا قانونا. حتى لو خدوا حكم بالحجر للسفه، المحجور عليه لجنون ولا لسفه ولا لصغر، لا، حتى ابوه، يعني على سبيل المثال الام مثلا عند موت الاب تبقى هي الوصيه في كثير من الاحيان، لا يعطيها القانون فضلا ولا الشرع طبعا حق التصرف في هذا المال الا لمصلحه المحجور عليه، الا لمصلحه الطفل.